أكيد تكون صرات لك مع شخص ما تشوفيه عامل الناس واحد أخرين بزي وانتي بزي، يتكلم مع الناس باحترام وأدب، كي يلحق ليك يبدأ يتمسخر بيك ولا يتنمر عليك. صدقيني المشكل مش فيه هو، المشكل فيك انتي. وفي هذا الفيديو راح نفهمك علاش الناس تعاملك بهذه الطريقة، ونعطيك الحلول باش تفرضي احترامك ويولوا يضربولك ألف حساب قبل ما يغلطوا فيك. تبعيني للأخير باش تفهمي، باسكو كل نصيحة عندها وزنها الخاص ولازم تطبقي كلش بحذافيره. الخطوة الأولى هي احترام الذات. أول حاجة لازم تفهميها وهي القاعدة الأساسية: الناس ما هي إلا مرآة لعلاقتك بنفسك. وش معنتها؟ معنتها الطريقة اللي راكي تعاملي بها روحك في الدار بينك وبين نفسك هي اللي راهي تعكس للناس كيفاش يعاملوك. إذا كنت انتي بينك وبين روحك مستصغرة نفسك، تجلديها باستمرار على أبسط الأخطاء، وما تعطيش قيمة لوقتك والعنايتك بنفسك، ما تستنيش من البراني يجي يديلك قيمة. صدقيني الناس تحس بيك بمجرد أنه تجلس معاك، تستشعر إحساسك وتقديرك لذاتك. فلازم تبدأي انتي أولا تحترمي روحك، احترمي وعودك لنفسك. كي توعدي روحك بحاجة ديريها، احترمي وقتك وما تخليش أي واحد يضيعولك، وما تسمحيش لروحك حتى في التمسخير بينك وبين نفسك أنك تطيحي من قدرك. نهار تولي انتي تقيمي نفسك راح الناس أوتوماتيك تقيمك. الخطوة الثانية هي إرضاء الكل. هذه هي الغلطة اللي نطيحوا فيها بزاف احنا البنات، باسكو نشأنا في مجتمع يفهم الطفلة باللي قيمتها مربوطة بواش تقدم من إنجاز وخدمات للناس. بزاف منا يحسابوا باللي كي تقولي ديما إيه وكي تسكتي على حقك باش ما تزعفش فلانة، وكي تجيبيها غير في روحك باش تباني بنت فاميليا، هكا الناس راح يحترموك. ونقول لك راكي غالطة. الناس كي يشوفوك تخافي تزحفيهم ومستعدة تضحي براحتك وبجهدك غير باش هما يرضاو، راح يشوفوك ضعيفة شخصية. والناس للأسف ما يحترموش الشخص اللي يقدروا يمشوه كما يحبوا. فتعلمي تقولي لا بلا ما تحسي بالذنب. إذا عيطت لك صاحبتك ولا قالت لك روحي نخرج وانتي عيانة ولا عندك شغل، قولي لا ما رانيش قادرة، مرة خلاف إن شاء الله. ما تبديش تعتذري وتبرري وتخلقي في قصص باش ترضيها. النقطة الثالثة وهي اللي تخلي الناس تتجرأ عليك هي غياب الحدود. ما تسمحي حتى الواحد يطيح بيك قدام الناس ويقول لك راني نقصر معك وانتي تسكتي وتتبسمي. الحدود مش معناها تكوني إنسانة وقحة ولا ظالمة. الحدود هو خط أحمر ما تسمحي لحتى واحد يتجاوزه. كي تسقسيك وحدة سؤال شخصي ما يخصهاش، قولي لها بكل هدوء: هذا موضوع شخصي نحب نخليه بيني وبين روحي. كي تمسخر بك واحد بطريقة تجرحك، ما تضحكيش معاه باش تنحي الحشمة وتبيني باللي عادي. شوفي فيه وشوفي في عينيه وقولي له هاد الهضرة عيانة وما تضحكيش وبيني باللي ما عجبكش الحال. الخطوة الرابعة المظهر الخارجي وطريقة الكلام. المظهر حبيبتي هو اللي يعطي الانطباع الأول قبل ما تنطقي بحرف. مظهرك وطريقة كلامك. بالك تقولي لي المظاهر خداعة ولا الصح في القلب؟ إيه عندك الحق، بصح الناس يحكموا عليك بوش راهم يشوفوا قدامهم. المظهر مشي لازم تلبسي الماركات ولا ديري مكياج بزاف باش يحترموك. السر في النقاء والترتيب. كي تخرجي بمظهر محترم ومنظم راكي تعطي رسالة باللي أنا إنسانة مهتمة بنفسي وتستاهل التقدير. لغة الجسد، وقفتك ما تمشيش وانتي حانية راسك ولا كتافك وتطيحي زعما متواضعة. امشي وكتافك طالعين وراسك مرفوع بثبات مشي بتكبر. طريقة الكلام، الهيبة تجي في الهدوء والرصانة. اللي تعيط بزاف وتستعمل كلمات سوقية ولا تهدر بزاف وتعاود، قيمتها تطيح. تعلمي تهدري بالعقل، كلامك يكون موزون وقليل وصوتك يكون مسموع بصح رزين. شوفي الفرق، واحدة تدخل المجمع تمشي بثقة لابسة لبسة نقية تهدر بكلمات قليلة وموزونة، وواحدة داخلة تجري تعيط وتكثر في الهدرة. شكون اللي راح يديروا لها القدر؟ المظهر تاعك هو الغلاف تاع شخصيتك، اتهلاي فيه. الآن احنا نتكلموا على الخطوات العملية لفرض الاحترام.
أول خطوة عملية لازم تبداي بها هي رسم الحدود من البداية. بزاف بنات يغلطوا ويقولوا معليش، دوك مع الوقت يفهموا بلي هاد الحاجة تقلقني ولا ما حبيتش نكون قبيحة من نهار الأول. بصح الحقيقة هي بلي الناس يعاملوك بالطريقة اللي انت علمتيهم يعاملوك بها في أول لقاء. كيفاش دير الحدود بالقدر بلا ما تباني قبيحة؟ هي لازم تكوني واضحة. إذا كان كاين موضوع يوجعك مثلا وزنك ولا شكلك وبداو يتمسخروا به، ما تضحكيش ضحكة صفرة باش تسلكي الحالة. شوفي فيها وقولي لها بكلمتين يعيشك هذا الموضوع ما نحبش نتمسخر فيه، ثم يعرفوا بلي انتي ما كشبه الاولى اللي يجي يضحك عليك. تفكري يا اختي، الناس ما راحش يزحفوا منك كي تحطي حدود، بالعكس راح يحترموك اكثر، لانهم عرفوا بلي انتي انسانه واضحه وعندك قيمه لخصوصياتك، واللي يحترم حدودك هو اللي يستاهل يبقى في حياتك. ثانيا، واللي نعاود نأكد عليها، تعلمي تقولي لا بلا ما تعتذري. بزاف منا يحسبوا باللي بنت الفاميليا هي اللي لازم تقبل كلش، وإذا قالت لا لازم تمد قاع قصة حياتها وأعذار طويلة غير باش الطرف الآخر ما يزعفش، وهذا خطأ. من حقك تقولي لا لا بس كنتي تان عندك أسبابك. إذا وحدة طلبت منك حاجة وما تقدريش تديريها قولي لها لا لا بكل بساطة، لا يا أختي ما نقدرش هذا المرة، إن شاء الله مرة خلاف. ما تبديش تقولي والله غير الدار والوقت إكسيتيرا كنت حابة بالصح، لا لا، كي تكثري الأعذار تباني ضعيفة ومترددة. ثالثا، لغة الجسد. أول حاجة في لغة الجسد هي التواصل البصري. كي تهدر معك وحدة شوفي في عينيها هذيك الخزرة اللي تبين باللي راكي واثقة من روحك وما راكيش خايفة. اقعدي قاعدة ثابتة وظهرك واقف، أهدري بصوت واضح رزين ومسموع. القوة تكون في الهدوء ماشي في العياط. النقطة الرابعة، تجنب الكذب. هذه النقطة هي اللي تطيح القدر. كاين بنات باش يبانوا فور ولا باش يسلكوا رواحهم من موقف محرج يبداو يزيدوا في الهدرة ويكذبوا. يا اختي الكذب هو الشك بلا رصيد، نهار يفيقوا بيك وراح يفيقوا قيمتك تولي تحت الصفر. واحد ما راح يحترم وحدة كذابة. الصدق هو اللي يبني الهيبة. كي تكون هدرتك صادقة والناس يأمنوك، ثم وين تولي عندك قيمة غالية بزاف. كوني صريحة وواضحة حتى ولو كانت الحقيقة توجع. النقطة الخامسة، نقصي من التمسخير والضحك الزائد، ولازم تركزي في هذه النقطة مليح. ما رانيش نقولك تولي مشنفة ولا ساكتة كامل، لا، بصح كاين فرق بين ضحكة حلوة وبين اللي تلعب دور الكوميدية في كل مجمع. البنت اللي تضحك على كلش وتتمسخر بكلش وباش تضحك الغاشي تطيح مقدرها. تعلمي تفرقي بين وقت القسرة ووقت الجد. والسر الأخير، كوني قد كلمتك، الوفاء بالوعد. والسر هذا يا أختي هو اللي راح يخليك عندك هيبة في عينين الناس ويهابوك. نهار اللي تهدري هدرة وتوفي بيها صح، ما راحش يقولوا عليك هذه تهدر برك ما دير والو، فأي واحد راح يدلك حساب قبل ما يغلط معك. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بنات، خلوا لي جيم وأعطوني رأيكم في التعليقات.